والسلام على رسول الله. صباحكم خير، صباحكم طاقة إيجابية، صباحكم جميل بإذن الله. إن شاء الله يوم جديد وطاقة إيجابية جديدة ونشاط جديد بإذن الله. يا رب الروتين ده يعجبكم، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة لو كنتم لسه ما اشتركتوش، وكمان تحطوا لي لايك قبل ما تدخلوا عشان ما تنسوش. السين والشين دايما عاملين مشاكل معايا يا جماعه، ما ينفعش تحطوا في جمله كده مع بعضها، الدنيا تبوظ عندي على طول. يلا الحمد لله. مسكت بقى الحاجات اللي كانت على الرخامه كلها لميتها، وبعد كده نضفتها يعني من بقايا اي حاجه، عشان لما نيجي نغسل كده نغسل على نظافه. مسكت بقى فيري، بريل، صابون سائل، عندك اي حاجه كله نعمه وفضل من عند ربنا. كل اللي عندك اشتغلي بيه، كل اللي موجود عندك قولي خير والحمد لله واشتغلي بيه. كله هينفع، كله هينفع الحمد لله، وببركه ربنا هيديكي نفس النظافه باذن الله. اهم حاجه بس كده تسمي الله كده اول ما تدخلي، وتستعيني بالله كده وبس، وكل حاجه هتخلص ان شاء الله. قولي اللهم اني ابرأ اليك من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، اللهم لا حول ولا قوه الا بك. خلاص كده الشغل خلص، وهتلاقي الدنيا كلها بقت سهله بالنسبه لك، لانك سميتي بالله كده واستعنتي بالله. واهم حاجه النيه، خلي النيه لله كده عشان ربنا عشان ربنا يكرمك وتشتغلي تاخدي حسنات كمان. انت بتعملي هنا يا نوجه. انا كنت بعمل يعني زي كورنر كده، يعني لما تبقى فيه وصفات اكل مثلا او وصفات خلطات او تنظيفات اي حاجه زي كده، ان انا اعمل الكورنر ده للتصوير فيه. فكنت بحاول اختار كده، وانتوا تقولوا لي انهي شكل احسن، انهي صينيه كده احطها في الخلفيه تكون كويسه. لو حد عنده كمان مثلا فكره ولا حاجه يقولها لي. انا حاولت يعني اعمل القماشه الكاروهات دي كده، وحطيت الورد بالشكل ده. الصواني اللي كانت عجباني وشكلها كان حلو وحجمها مناسب جدا للتصوير. للاسف كانت كبيره قوي، الرخامه محجم، يعني الرخامه كمني فيه رخامه فوق الرخامه، فمحجمه الدنيا، مخلياني مش عارفه اختار اللي انا نفسي فيه واللي انا عايزاه. لو كنت لسه موجوده معايا لحد دلوقتي، ما تنسيش تحطوا اللايك الجميل بتاعكم. قومي بقى تشجعي معايا كده، وخلصي اللي وراكي وخلصي شغل بيتك. شغلي حاجه كده تبقى انت مبسوطه وانت بتسمعيها، او شغليني انا جنبك كده، استفاده برضه لله يعني. استفاده، انت تستفيدي وانا استفاد ان شاء الله. شغلي بقى جنبك اي حاجه انت تحبيها، طبعا انا بهزر. واقعدي كده شغلي قران كريم، شغلي احاديث، شغلي حاجه تنفعك. مش لازم قران او احاديث او لا، ممكن طبعا هما ينفعوكي وكل حاجه، مش قصدي. انا بتكلم ان ممكن تشغلي كمان حاجه جنبك تفيدك، مثلا ان انت تشغلي حاجه تديكي طاقه ايجابيه، تغير لك مودك للاحسن. بنحتاج من وقت للاخر لكده، زي ما قلت لكم، ان انت تعملي حاجه تبقي مبسوطه وانت بتعمليها، اتعلمي حاجه جديده. وعلى فكره مش لازم تخصصي لها وقت مخصوص، يعني ان انا اقعد واسمع مش هتعرفي تعملي كده وانت بتعملي مثلا شغل بيتك او كده. شغليها جنبك وحاولي تسمعي. حطي التليفون مثلا في جيبك وسماعات بقى في ودانك، وعيشي مع نفسك كده بس بسماعه واحده، عشان تشوفي كوارث العيال. تبقي مركزه معاهم برضو. فحطي كده سماعه في ودانك واسمعي حاجه تفيدك. على فكره يعني اكيد هتلاقي، وفي كتب طبعا مسموعه ممكن تسمعيها. لان انا مثلا ما بحبش القرايه، يعني انا نظري ضعيف شويه، فبيتعبني قوي القرايه فوق كده، ماليش خلق يعني للقرايه. طب يا ربي، طب انا عايزه مثلا استفاد، عايزه اعمل يعني عايزه برضو ابقى عندي ثقافه باي شكل من الاشكال يعني. ومش لازم ابقى مثقفه ان انا اسمع مثلا او اقرا حاجات من المجعلصه دي، لا لا لا، مش شرط خالص. انت ممكن تسمعي حاجات تكوني انت بتحبيها، بس عن طريق في كتب زي ما قلت لكم، كتب سمعيه، في حد بيقراها وانت بتسمعيها، بيقراها باحترافيه جدا وانت بتسمعيها. تحفه يا بنات، تحفه فوق ما تتخيلوا. لان اصلا اللي بيقولها عنده زي كاريزما كده، يعني صوته مؤثر، صوته يحببك في ان انت تكملي. هما مش بيختاروا اي حد وخلاص، فبالتالي بتبقى الموضوع لطيف قوي، هتحبيه يعني، وهتلاقي نفسك بتستفادي، وهتلاقي نفسك بتاخدي معلومات. لازم يبقى عندك معلومات، لازم تبقي مثقفة. مش مثقفة التثقيف بتاع زمان معقد ده، وده طبعا مش عيب، دي حاجة كويسة. بس انا بتكلم يعني انك تعرفي حاجة جديدة. لازم تشوفي اللي حواليكي، الناس اللي حواليكي، الدنيا اللي حواليكي. ما ينفعش يبقى كل حياتك مختصرة على البيت والاولاد وبس. لازم يبقى عندك ثقافة ان انت لو تبقي تقعدي في مكان او تقعدي مع حد، ما تعرفيش تتكلمي، ما تعرفيش مثلا ان انت تبقي مش واجبه الاحداث اللي موجوده حواليكي، وكانك متقوقعه كده في بيتك. لا لا، ما ينفعش كده. لازم يبقى عندك كده درايه بكل الحاجات اللي حواليكي، درايه بالحاجات الجديده اللي طلعت، درايه يعني حاجات زي كده على قدك بسيطه. مش لازم يعني، احنا مش هنبقى علماء يعني.
بس فدي حاجه كويسه جدا، وزي ما قلت لكم حاجه كده تفيدي بيها نفسك وما تبقيش بتضيعي وقتك وخلاص، لان في حاجات بتضيع الوقت وخلاص. وعلى فكره مش مطلوب منك انك طول الوقت ما تضيعيش وقتك، لا عادي، ممكن اضيع وقتي برضو في حاجه اي بتبسطني بتسليني. انا عايزه اتفرج على حاجات خاصه مثلا زي ما انت شايفه كده، روتين بيشجعني بيحفزني. طالما بيشجعك وبيحفزك انك تقومي وتشوفي شغل بيتك وتشوفي اللي وراكي، اتفرجي عليه وتبقى دي حاجه اسمها حاجه مفيده، لان في المقابل خلتك عملتي حاجه في بيتك وفي حياتك العمليه. فهماني؟ طالما هي بتحفزك. في ناس بتحب جدا تتفرج على فيديوهات الاكل، بتشجعهم جدا جدا. اعملي كده وتفرجي على فيديوهات الاكل، لو ده بيخليكي تعرفي تاكلي وانت نفسك مفتوحه. اي حاجه ليها رد فعل ايجابي عندك اعمليها، اي حاجه بتبسطك او تسعدك اعمليها، طالما ان هي مش هتضر حد. فهماني؟ او مش هتضرك يعني. فالاستفاده بتبقى حاجه نسبيه. انا بتفرج على روتينات وببقى مبسوطه جدا، بتفرج على ناس بتاكل وبتشرب تبقى مبسوطه جدا، مبسوطه. خلاص اعملي اللي يبسطك يعني. فاهماني؟ اهم حاجه يبقى عندك افاده. مسكت بقى الحاجه بتاعتي زي ما انتم شايفين، المطبخ كان متكركب خالص، وخاصه عند الغساله كده. شلت بقى كل الحاجات اللي كانت موجوده على الغساله، وابتديت انضف الغساله بالخلطه اللي كانت عندنا. على فكره في الروتين ده هنعمل خلطه جباره، خلطه حلوه جدا جدا. انا نزلتها على القناه، هتعجبكم، يمكن اقوى كمان من الخلطه الاولانيه اللي انا قلت لكم عليها. يعني الخلطه الاولانيه دي كمان اقوى منها. طبعا كل شويه بطور من نفسي وبحاول ادور على حاجات تفيدكم وتفيدني انا كمان في شغل البيت. وبتنظف جدا، مش بتنظف، بتلمع قوي اي حاجه ستانلس. فهي تحفه الصراحه. انا لسه كده ما كنتش عملتها ولا لسه اصلا جربتها. بتعمل في ناس زي ما قلت لكم بتعملها للملابس. انا كنت حطيت ده خل، وكنت حاطه بيكربوناتو او بيكنج باودر. اللي كان موجود عندي كان بيكنج باودر، لمع فوق ما تتخيلوا. يعني هو البيكنج باودر والخل يلمعوا يلمعوا. بصي زي ما قلت لك، اشتغلي بالامكانيات اللي عندك تعملي الخلطه، اعمليها. الخلطه اصلا مكوناتها كلها بسيطه وتكلفتها مش عاليه خالص، وكمان ممكن تنفع تبقى مشروع مربح ليكي، وهقولك ازاي. تمام؟ ما عنديش وعندي شويه خل وبيكنج باودر او بيكنج صودا، خلاص اعملي بيهم. المهم ان انا تديني نفس النتيجه. زي ما قلت لكم، اشتغلوا بامكانيات اللي عندكم وقولي الحمد لله على اللي موجود. الحمد لله وربنا بيبارك بقى. يعني سيبك انت من اي حاجه، هو طالما انت رضيتي وبقيتي مبسوطه بالامر الواقع وبقيتي عندك رضا، خلاص هو ربنا بقى كده خلاص هيبارك لك ان شاء الله. مسكت بقى الارض بتاعتي، رحت غسلتها، كنستها الاول كنسه حلوه كده، ولميت الزباله بتاعتي اعزكم الله. وبعد كده موضوع الكنس والمسح ده على فكره كل يوم. يعني انا بس مش بغرق الدنيا كده كل يوم، بس اكيد كل يوم بكنس وبمسح الارض. بحب قوي انا التغريق ده، بس ممكن يومين في الاسبوع، مش اكتر من كده. لكن بمسكها بالشرشوبه لانها بتبقى نظيفه، بمسكها بس بالشرشوبه كده، انضفها بعد كل ما اغسل، بعد كل ما اروق المطبخ واغسل المواعين واغسل البوتاجاز واغسل الارض، بس بمسحه، مش يعني مش كده. اما التغريقه دي مرتين في الاسبوع، 3 في الاسبوع، انتي وطاقتك بقى، يعني انتي واللي تقدري عليه. عرفتي؟ مسكتها بقى كده، غرقتها. بحب قوي انا الميه، وبحب الغواصه كده والحاجات اللي فيها ميه. بحس كده بنشاط، بحس ان الدنيا بتلمع قوي وبتبقى جميله، بتديني راحه. يعني انا ببقى مبسوطه وانا بعمل كده، مش ببقى متضايقه او ليه كده او كتير او لا، والا ما كنتش عملتهم. انا ببقى حابه ده يعني. بتجيب نظافه من تحت يعني. طبعا تحت شايفين انا بدلق ميه ورا حته المطبخ اللي تحت اللي تحت الحوض على طول، عشان لو في اي حاجه مستخبيه او هربت مني مثلا وانا بكنس وانا كده تطلع. فانت ده ضروري انك تحطي من تحت كل حاجه كده ميه وتنزلي كده وتغرقي الدنيا. واحسن حاجه موضوع ان يبقى عندك بيبه، ده هتساعدك اكتر. بيبه دي اللي هي الفتحه اللي قدام عينك دي اللي بتنزل الميه. يعني لو اي حد بيأسس مثلا لبيت او كده، يا ريت يعمل الفتحه دي في اسمها ايه، في المطبخ عنده. هتفيده جدا. طب هي ممكن تعمل ريحه، ممكن تعمل ريحه، بس في حال ان انت مش حاطه صرف مثلا يعني ما ينفعش تعملي كده البيبه وبس.
لتصريف الميه بتاعه المسح بس، لا، نزلي عليها صرف الغساله، نزلي عليها صرف الحوض عشان يبقى فيها ميه باستمرار، ساعتها مش هتطلع لك اي ريحه خالص. وكمان هي اصلا ليها غطا، فحتى لو كان كده تكتمي الغطا بتاعها مش بتطلع اي حاجه. تحفه ومفيده جدا. شايفين بقى الدنيا بقت رايقه وهاديه، وفي حاجات كمان انا عملتها من بره التصوير عشان كده الدنيا هاديه ورايقه وجميله كده. اللهم بارك. الحمد لله ان ربنا قدرني وعرفت اعمل حاجه زي كده. ودي اخر شكل انا توصلت له ان انا اعمل بيها الديكور اللي انا عايزه اعمله. وان شاء الله ربنا يكرمني ويديني امكانيات واعمل ديكور احسن واحسن واظبط لكم الدنيا اكتر واكتر. وقولوا لي لو شكل الفيديو كده لطيف وعجبكم، او عايزين اي تغيير او عايزين اي حاجه جديده قولوا لي ان شاء الله، واحنا احاول اعملها معاكم. يعني احنا بنفيد بعض. دي بقى الخلطه اللي انا بقول لكم عليها. الخلطه دي والله وهم، خدوها مني ثقة. الطريقة كلها هتلاقوها على اليوتيوب، انا منزلاها لوحدها طريقة كاملة. بس بجد والله بصوا يا جماعة، يعني الخلطة الأولانية أنا كنت مبسوطة منها، الخلطة دي أنا مبسوطة منها أكتر وأكتر وأكتر، لأني فعلا تنظيف للدهون بشكل مش طبيعي. وعلى فكرة انا جربتها بس على الشفاط، لكن هي بتجربيها، هي بتستخدميها في كل حاجة، دي ايديكي ورجليكي في المطبخ، وكميتها كويسة جدا وهتستخدميها في كل حاجة. انا يعني اكتشفت ان لون الشباك بتاعي، السلك بتاع الشباك بتاعي لونه ابيض اصلا. انا حتى الخلطه الاولانيه ما طلعتش ده، كنت متخيله ان هو لونه عادي، يعني اللون اللي هو اي سلك بعد ما بيصدي بيبقى اللون ده، فكنت متخيله ان كده تمام. وانا شلت لا، ده الخلطه دي اقوى واقوى لدرجه اني انا لقيت الشباك بتاعي لونه ابيض وحياه ربنا. طب انت ازاي تبيعي الخلطه دي خلطه للدهون؟ قولي يا جماعه خلطه للدهون بس ما تستخدميهاش قبل 3 ايام. انا هنا استخدمتها في نفس اليوم، انتي ما تستخدميهاش غير بعد 3 ايام او اسبوع، يعني 3 ايام اقل حاجه او اسبوع. ليه؟ علشان ما تعملكيش مشاكل في ايديكي. هتعملك مشاكل في ايديكي لان لسه الصودا القويه اللي فيها ما طارتش، لسه الكلور ما طارش. لكن بعد كده انا استخدمتها على ايديا واتدلقت على ايدي من فوق كمان، مش من تحت، مش من باطن ايدي. فطبعا يعني باطن ايدك بتبقى شايفين الجمال، شايفين النظافه. والله اتحولت لميه الدهون من كتر ما هي حلوه. فهي بعد اسبوع بالظبط مش تعملك اي مشاكل في ايديكي نهائي نهائي نهائي. خدوها مني ثقه، والوصفه دي اعملوها، الوصفه دي هايله فوق ما تتخيلوا بجد يعني. بس كده، والسلام عليكم ورحمه